سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده يا رب. ان شاء الله تكونوا لاباس ومهنيين. كما تلاحظوا اليوم حبيت نشارك معكم هذا الكاطو. فريمون بنين بزاف. قد ما نهضر لكم ما نعطيلوش حقه. المقادير تاعو بسيطه جدا، متوفره في اي بيت، والطريقه نتاعو بسيطه. وكما تلاحظوا يجي يحمر الوجه يعني، وتوجديه يعني في وقت قصير. دونك ما نطولش عليكم، نبداو على بركة الله. واش عندي في الوصفة؟ عندي 5 حبات بيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، حطيت لهم قرصة ملح ونص كاس نتاع السكر. هنا الكاس اللي عبرت به هو كاس تاع 220 مليلتر. دونك ندرب هاد المكونات مليح مليح حتى نتحصل على خليط ابيض. بعد نروح نضيف كاس تاع الزيت، نزيد نضرب مليح، ونزيد نضيف نص كاس نتاع العسل ونضربهم مليح حتى يندمجوا المكونات كامل مع بعض. ومن بعد في الاخير نضيف النواشف. في النواشف عندي 2 كيسان فرينه، عندي ملعقه تاع لافاني، عندي ملعقه تاع بيكربونات الصوديوم، وعندي كيس خميره كيميائيه. دونك ندخل هاد المكونات كامل مع بعض ومن بعد نرجع لكم. عندي ملاحظة برك انه الكاس اللي عبرت به السكر هو نفسه اللي نعبر به العسل، نفسه اللي نعبر به الزيت، ونفسه اللي نعبر به الفرينة. بعد ما ندمجوا المكونات كامل مع بعض كما تلاحظوا قسمت الخليط نتاعي الى جزئين بهذه الطريقة، يكونوا بنفس الكمية كما تلاحظوا. ومن بعد نجيب بلاطو نحط له بابي كويسون ونطيب، نطيب وحده ومن بعد نرجع لكم. هذه هي الاولى بعد ما طابت لي. دونك كي شفت الجوانب نتاعها تحمروا شعلت لها من فوق باش تحمرت لي بهذا الشكل، ومن بعد خرجتها. زدت حطيت الثانيه الطيب لي. كي طيب لي نزيد نرجع لكم. ملاحظة برك، الفرن تاعي هنا شعلته على 150 درجة مئوية، سخنته مليح ومن بعد بديت نطيب عادي كما نطيبو الجينواز. هذه هي الطبقة الثانية بعد ما طابت لي. دونك نخليهم يبردوا لي مليح مليح ومن بعد نديرو المونتاج تاعنا. البهوة تاع الكاطو هذا انه يكونوا عندنا 3 طبقات. دوك نحاول كيفاه نقصها بطريقة اللي نقدر نخرج بها الطبقة الثالثة كما تلاحظوا. ومن بعد نجيب لا كونفيتور ونحطها بهذا الشكل. هنا من الاحسن انه تقلبوها من الجهه الاخرى وتحطوا لها لا كونفيتور. انا ما باليش كيف حتى نسيتها، بس معليش جات مليحه. حطوا لها بهذا الشكل لا كونفيتور ومن بعد حطوا طبقه اخرى فوقها كما تلاحظوا. هنا نقلبوها لا جينواز، لانه هذه لا بارتي اللي محمره هي اللي راح تعطينا شكل جميل من بعد كي نقصوها. نكمل نحط لها لا كونفيتور في هذه الطبقه ومن بعد نزيد نحط الطبقه الاخيره. ومن بعد كي نحط الطبقات كامل نقص الاطراف. راح نحتفظ بهم لاني راح نستعملهم للديكور في الاخير. ومن بعد نكمل الطبقه الاخيره نحط لها لا كونفيتور بهذه الطريقه. ومن بعد في الاخير نجيب سيار ونحط فوقه هذوك لي شوت اللي كنا نحيناهم في الاول، ونحاولوا كيفاه نديروا بهم الديكور بهذا الشكل. نخليها تحكم روحها شويه باش كي نقصوها تجي بيان فيني. ومن بعد قصيتها هنا بهذا الشكل، وانتم تقدروا تخيروا اي شكل حايبينه. انا فضلت هذا الشكل، وانتم تقدروا تقصوها مربعات ولا مستطيلات على حساب الرغبه. هنا خرجت لي بهذا الحجم 20 حبه، وانتم اذا حبيتوا اكثر من 20 دونك قصوها صغيره على هكا راح تخرج لكم اكثر.
وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وتنجحوا فيها بإذن الله. نلتقي إن شاء الله في وصفات أخرى مع لمسات أم أحمد ديزاد.